في مسلسل بيتعرض اسمه سيد الناس، عشان الناس بس سيئة الظن اقسم بالله لا بتابعه ولا هتابعه باذن الله. لكن ناس بعتولي مشاهد منه، والله انا ما بقتش مصدق. هو الكلام ده بالفعل حد بيألفه هنا في مصر وبيتعرض على الناس؟ مش هقول في شهر رمضان، اصلا بيتعرض على الناس. مسلسل ومشاهد تدعو الى زنا المحارم، نعوذ بالله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. القصة باختصار ان في ممثل اسمه احمد رزق. احمد رزق واضح ان ابوه كان بيتجوز كتير، من ضمن اللي ابوهم كان متجوزهم شافها احمد رزق ده، يعني شاف مرات ابوه. فاول لما شاف مرات ابوه انبهر بيها وبقى يعاكسها وبقت مركزة في باله. يا حبيبي انت ما تعرفش ان مرات الاب دي محرمة عليك تحريم ابدي، ان هي زيها زي الام بالظبط. ربنا عز وجل قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لما انت تعرض في التلفزيون ان واحد بيعاكس او بيشتهي مرات ابوه، كأنه بالظبط بيعاكس او بيشتهي اخته او امه. مشاهد كارثية تنم عن جهل بدين الله وبيعرضوها للناس، مش في شهر رمضان بس، ما تعرضهاش على الناس لا في شهر رمضان ولا في غير شهر رمضان. أرجو أن انتوا تنوهوا عن المشاهد الخطيرة الكارثية دي، لعلهم على الأقل يحذفوها من المسلسل. هو صحيح يا شيخ لما الطفل الرضيع بيضحك تبقى الملائكة هي اللي بتضحكه؟ لا طبعا يا جماعة، مش الملائكة هي اللي بتضحكه، هي الملائكة فاضية. ده في ملائكة للحسنات وملائكة للسيئات وملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة بتعبد ربنا ركع دائما، ملائكة بتسجد لله تعبد لله اليوم القيامة. فالملائكة مش فاضية يا جماعة، الملائكة هتسيب كل ده وتروح للرضيع الصغير عشان تقعد تضحكه؟ لا طبعا، الأطفال الرضع النونو دول بيبقوا عبط في اللفة، بيضحكوا على أي حاجة. فمش الملائكة هي اللي بتضحكهم. خلاص المعلومة دي منتشرة، يا ريت نصححها للناس. ديننا أعلى من كده بكتير. الملائكة هي اللي بتضحكوا. ينفع يا شيخ أمسك إيد خطيبتي؟ طبعا في نهار رمضان ما ينفعش طبعا عشان الصيام، وفي ليل رمضان برضو ما ينفعش عشان الشهر الكريم له حرمة. بعد رمضان برضو حرام، لأن النبي ما مس امرأة لا تحل له قط. انت هتقول لي طب ليه وجع القلب من الأول يا شيخ؟ ما تقول لي حرام وخلاص. أقول لك مزاجي. الطلاسم بتاعت مسلسل المداح ممكن جدا تكون طلاسم حقيقية متاخدة من كتب سحر حقيقية. السنة اللي فاتت لما طلع بعض الناس قالوا لجناك حابس، اللي هي الأغنية بتاعت مسلسل المداح دي تعويذة، طلعت وقلت الكلام ده ملهوش أي أساس من الصحة. لكن السنة دي أنا بقول لك إن الطلاسم بتاعت مسلسل المداح ممكن تكون جدا طلاسم حقيقية. فانت ممكن تكون بتشوف المسلسل وتسحر نفسك. رمضان مش رمضان مسلسلات ولا شهر مسلسلات. لكن لو انت هتعاند ومش فارقة معاك وهتتفرج، على الأقل لما تيجي مشاهد الطلاسم اقفل التلفزيون او ابعد وشك عن التلفزيون عشان ما تتسحرش انت واهل بيتك. أرجوكم بارك الله فيكم. ورمضان ده شهر العبادة يا إخوانا، مش شهر المسلسلات. يا ريت توصلوا الفيديو ده للناس وتحذروهم لعلهم يكونوا في ميزان حسناتنا بإذن الله.